تفتكر ايه هي الاتحادات القارية؟ طب مين أول اتحاد قاري اتأسس من بين الست قارات؟ وايه فايدة كل اتحاد في القارة بتاعته أصلا؟ ومين اللي اخترع بطولة كأس العالم للقارات؟ كل ده هنعرفه في حلقتنا بتاعت النهاردة. بسم الله. الاتحادات القارية باختصار هي اتحادات هدفها تنظيم جميع البطولات داخل القارة، وتعتبر هي المشرف الثاني على الاتحادات الدولية لكل الدول الموجودة بها بعد الفيفا المسؤولة عن جميع الاتحادات الدولية في العالم. وتشرف الاتحادات القارية على بطولات مهمة داخل حدودها زي بطولة كأس الأمم الأوروبية داخل أوروبا أو بطولة كأس الأمم الأفريقية داخل أفريقيا. طب مين أول اتحاد قاري تأسس من بين الست قارات؟ هقول لك يا صديقي باختصار كده برضه اول اتحاد قاري تاسس كان اتحاد امريكا الجنوبيه، واللي تاسس عام 1916 ميلاديا. المقر الرئيسي بتاعه باراجواي. بيضم الاتحاد ده 10 منتخبات، واللي اشهرهم طبعا هو المنتخب البرازيلي والارجنتيني اللي بينافسوا على اقوى بطوله هناك واللي هي الكوبا امريكا. ومن اهم الانديه هناك هو نادي فلامينجو البرازيلي ونادي بوكا جونيورز الارجنتيني، واللي بينافسوا على بطوله كاس الليبرتادوريس. وتاني اتحاد قاري معانا هو الاتحاد الاسيوي، واللي تأسس عام 1954 ميلاديا، والمقر الرئيسي بتاعه هو كوالالمبور. وبيضم الاتحاد ده 47 دولة، واللي أشهرهم طبعا المنتخب الياباني والمنتخب السعودي اللي بينافسوا على كأس آسيا. ومن أهم الأندية هناك هو نادي الهلال السعودي وجيونيبوك موتورز الكوري اللي بينافسوا على بطولة دوري أبطال آسيا. وندخل على ثالث اتحاد معانا واللي هو الاتحاد الأوروبي، واللي تأسس في 15 يونيو عام 1954 ميلادية بعد تأسيس الاتحاد الآسيوي بشهر تقريبا، والمقر الرئيسي بتاعه هي مدينة نيوم في سويسرا. بيضم الاتحاد ده 55 دولة، واللي أشهرهم طبعا المنتخب الأسباني ونظيره الألماني اللي بينافسوا على بطولة كأس الأمم الأوروبية. ومن أهم الأندية هناك هو نادي ريال مدريد الأسباني ونادي ميلان الإيطالي اللي بينافسوا على بطولة دوري أبطال أوروبا. أما بقى رابع اتحاد معانا واللي هو الاتحاد الأفريقي، واللي تأسس عام 1957 ميلاديا، والمقر الرئيسي بتاعه هي مدينة القاهرة. وبيضم الاتحاد ده 54 دولة، واللي أشهرهم طبعا المنتخب المصري والمنتخب الكاميروني اللي بينافسوا على كأس الأمم الأفريقية. ومن أهم الأندية هناك واللي غني عن التعريف طبعا هو النادي الأهلي المصري ونادي الزمالك المصري اللي بينافسوا على بطولة دوري أبطال أفريقيا. أما بقى ندخل على خامس اتحاد معانا واللي هو اتحاد أمريكا الشمالية، واللي تأسس عام 1961 ميلاديا، والمقر الرئيسي بتاعه مدينة ميامي. وبيضم الاتحاد ده 40 دولة، واللي أشهرهم طبعا المنتخب المكسيكي ومنتخب كوستاريكا اللي بينافسوا على كأس الكونكاكاف. ومن أهم الأندية هناك هو نادي أمريكا وكروس أزول المكسيكي اللي بينافسوا على بطولة دوري أبطال كونكاكاف. أما بقى سادس اتحاد معانا واللي هو اتحاد أوقيانوسيا، واللي تأسس عام 1966 ميلاديا، والمقر الرئيسي بتاعه هي مدينة أوكلاند. بيضم الاتحاد ده 13 دولة، واللي أشهرهم طبعا المنتخب النيوزيلندي اللي بينافس على كأس أوقيانوسيا للأمم الأعضاء. ومن أهم الأندية هناك طبعا أنت حافظه لأنه ما فيش غيره هو اللي بيتأهل لكأس العالم للأندية أصلا من قارته، واللي هو نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي اللي بينافس على بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا. ومن هنا بعد ما عرفنا كل قارة تأسست إمتى ندخل على كأس القارات. تعتبر بطولة كأس القارات من البطولات الكبيرة اللي تشبه كأس العالم للأندية الحالي تماما، لأنها بتضم الست منتخبات لأبطال قاراتهم، وكمان بينضم ليها المنتخب الفائز بآخر كأس عالم ومنتخب الدولة المستضيفة بالظبط زي كأس العالم للأندية الحالي. وكانت بتقام البطولة دي كل 4 سنوات زي بطولة كأس العالم للمنتخبات، وتأسست عام 1992 ميلاديا من قبل الاتحاد السعودي. وكان اسمها في البداية كأس الملك فهد، إلى أن جاءت الفيفا وضمت البطولة إلى الاتحاد الدولي وتغير اسمها إلى بطولة كأس القارات في عام 1997 ميلاديا. ويعتبر المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات فوزا بها برصيد 4 ألقاب. وفي مارس 2019 أعلنت الفيفا إيقاف هذه البطولة، وعوضا عنها قامت بتوسيع بطولة كأس العالم للأندية لتصبح مكونة من 32 نادي من مختلف القارات. وكده أنا انتهت الحلقة بتاعتي لحد هنا. قلنا في التعليقات هل الاتحاد الدولي كان مخطئ في إلغاء بطولة كأس القارات؟ وهل نسخة كأس العالم للأندية اللي مكونة من 24 نادي هتكون أفضل من النسخة الماضية؟ أنا عبد الله سلطان، السلام عليكم.